ناس كتير بعتت لي عن ان هي عايزه تعرف تفاصيل اكتر عن الجامعه بتاعتي والمصاريف والحاجات دي كلها. بصوا يا جماعه، مبدئيا كل حاجه لها العيوب بتاعتها ولها المميزات بتاعتها. يعني لو هتيجي لجامعتي مثلا، فهي ما تتوقعش ان انت هتيجي تدرس في جامعه كبيره ومش عارفه ايه وهي مصاريفها قليله. مصاريفها كام؟ مصاريفها 20,000، كل المصاريف. يعني كل الحاجات 21 تقريبا، عشان زادوا شوية، كانوا 19,600 أو 21,500 حاجة كده. هتدرس ماجستير في سوفت وير انجينيرنج أو سوفت وير ديفلوبمنت. وفي مثلا information technology ماستر برضو بتقريبا نفس المبلغ، 21,000. في MBA بكام يا ربي؟ تقريبا ده ب22,000 دولار طبعا. في مثلا البروجرام اللي رخيص شوية اسمه كمبيوتر ساينس اند انجينيرنج، حاجة كده، حاجة يعني ميكس بين الهاردوير والسوفت وير او حاجة كده يعني. المهم ب 18 او 17,000. فدلوقتي الجامعة دي الريكويرمنتس بتاعتها بسيطة خالص. اللي هي عايزة ايه؟ عايزة منك ان انت مثلا لو انت دارس بالانجلش، ومعظم الناس اللي مثلا كانوا واخدين هندسة، كلنا في مصر الهندسة بالانجلش، فتقدر تروح الجامعة تجيب ورقة من الجامعة إفادة لغة ان انت دارس بالانجلش المواد بتاعتك. وبانك ستيتمنت يكون فيها كانوا 26,000 دولار بقوا 28. ده يعتبر لأول سنة، فبتبقى شايل مصاريف التيويشن بتاعت أول سنة والبيرسونال اكسبنسيف بتاعت أول سنة. طبعا انت ما تتوقعش بقى ان جامعة زي دي هيبقى فيها سكن واكل وهتسكن. يعني لا، ما فيهاش سكن، بتروح بقى تعيش مع نفسك، لان هي المصاريف بتاعتها قليلة. في نفس الوقت الدراسة مش اللي هو بقى بيدرس لك دكاترة مش عارفة منين واسم الجامعة. لا، كونك انت requirements بسيطة، اللي هو ما عملتش حتى امتحان لغة و والGPA بيقبلوا فوق 2.5، فده قليل. فكونك انت اخترت حاجة بالمواصفات البسيطة دي، فما تتوقعش ان حاجة عالية. طيب الجامعة بتاعتي اللي هي اسمها American National University، مناسبة لمين؟ بكل وضوح وبساطة، مناسبة لحد عايز يسافر بصفة عامة. يعني هو عايز وسيلة عشان يسافر، وهيعرف يظبط أموره ووضعه كويس ان هو يعرف يتكلم في السفارة، او وضعه كويس ان هو ممكن يتقبل، عشان برضه ما يرميش فلوس في الأرض. فهو شخص عايز يسافر بصفة عامة، فهيعرف يسافر، وبعد ما يجي هنا بقى يبقى يشوف يعمل ايه. او شخص تاني عايز يشتغل، يعني عايز يسافر عشان يشتغل في مجاله. بمعنى ان هو كده كده سوفت وير انجينير مثلا، او هو مثلا عنده شركة او عنده بيزنس بتاعه، هو كويس قوي في مجاله وعارف هو عايز ايه. بس مثلا بيجي يقدم على شغلانات كتير، يلاقي ان الشغلانات دي لازم ابقى في امريكا عشان اشتغلها. الشركات دي عايزة ناس تكون موجودة في البلد مثلا، ما ينفعش يشتغل ريموتلي. فعايز يشتغل وجاهز، مش لسه عايز يدرس. لكن حتى عايز يدرس بقى ودراسة ومش عارفة ايه، فعادي الجامعات اللي اسمها كبير موجودة وكتير وغالية برضو، وعايزة requirements أكبر. ف... فأنا اخترت جامعة requirements بتاعتها قليلة، عشان كنت عايزة أجيب بسرعة و... وعشان عارفة ان انا اخويا هيساعدني ان انا اذاكر وكده واعرف ايه الحاجات اللي انا المفروض اذاكرها. هبقى اعمل لكم فيديو تاني ممكن ايه الحاجات اللي انت محتاج تذاكرها عشان تبدأ يعني تبقى سوفت وير انجينير. بس فدوت وين وين سيتويشن. اعتقد الجامعة مش يعني مش هتديك الاكسبيرينس الواو في الدراسة، بس في نفس الوقت هتديك one day CBT. يعني اول ما تيجي تقدر لو انت لقيت شغل ان انت تشتغل من اول يوم وفول تايم على CBT. وبعدين 3 سنين OPT اللي هي one. ده لو البروجرام بتاعك STEM بروجرام. الحاجات بتاعت السوفت وير كلها STEM بروجرام
اعتقد ال MBA هو اللي مش STEM. بس كان في اسئله ايه تاني؟ الجامعه المكان بتاعها في لويفل كنتاكي، وفي فيرجينيا، وفي تينيسي. والاماكن دي العيشه فيها رخيصه، فالموضوع لذيذ برضو. انت بتروح الجامعه 3 ايام في الترم، يعني الترم 10 اسابيع، بتروح في الاسبوع السابع. فلو انت بتشتغل الشغل بتاعك مش هيتأثر قوي. هو 3 ايام وبيبقوا اصلا في الويك اند، الجمعة والسبت والحد. بس بقية الحاجات بتبقى اونلاين. بيبقى عندك تاسكات معينة، المفروض انت بقى مع نفسك بتعمل ريسيرش وحاجات، و... وت... وتعمل الاسايمنتات بتاعتك، وتسلم تسليمات، وتعمل لو في بروجكت او حاجة كله مع نفسك. بتذاكر وتعمل سبميت للحاجات. بس كده. لو شفت اسئله تاني هبقى احاول ارد عليها، وهكلمكم في فيديو تاني عن ازاي تبدا تبقى سوفت وير انجينير. باي.